السلام عليكم، ازيكم؟ انا عايز بس انوه قبل ما نبدا الفيديو ده عن حاجه، ان الفيديو ده متسجل قبل الاحداث ما تحصل. يعني الفيديو ده متسجل تسجيل قديم، ولكن المقدمه دي هي اللي متسجله جديد وانضافت للشرح، ولكن الشرح قبل الاحداث. فالشرح ده قديم شويه. هنتعلم ازاي نعمل التصميم ده، ولكن ممكن انت لو حابب تغير المنتج غيره. يعني عشان لو الناس اختلفت على المنتج او كده، انا معرفش المنتج ده معانا في المقاطعه ولا لا، ولكن لو معانا فانت تقدر تغيره باي منتج تاني. وطبعا ما تنسوش تدعوا لاخواتنا الابطال في فلسطين. ومش عايز اطول عليكم في الكلام كتير، ويلا بينا ندخل على الشرح ده بس بعد الانترو. انتم دلوقتي بتشوفوا فيديو جديد على قناة احمد شكشك. اولا عشان تقدر تلاقي افكار بسهوله، انت لازم تحدد انت هتعمل تصميم لايه. زي النهارده احنا هنشتغل تصميم لعصير، فاحنا كده بقى معانا كلمه دليليه عن العصير اللي هي جوس، فهنكتب جوس. احنا هنعمل عن عصير ايه؟ عصير برتقال، فنكتب اورنج جوس. اورنج جوس. الكلمات المفتاحيه بتاعتنا بقى علشان نلاقي افكار ونستلهم منها ونعرف نعمل تغذيه بصريه صح، هي ادز ADS. هنكتب اورنج جوس ادز، او اورنج جوس ديزاينز، او اورنج جوس بوستس، او اورنج جوس سوشيال ميديا. دي الكلمات المفتاحيه بتاعتك اللي هتكتبها في مواقع التغذيه البصريه. واهم المواقع اللي تعمل عليها تغذيه بصريه هو موقع بنترست او موقع بيهانس. وكمان ممكن تعمل تغذيه بصريه من خلال فيسبوك وانستجرام. وكمان وده اللي محدش بيقول لك عليه، انك تقدر تعمل تغذيه بصريه من خلال السيرش بتاع جوجل. لو كتبت في السيرش بتاع جوجل بنفس الطريقه اورنج جوس ادز، هيطلع لك اشكال تصاميم كتير تقدر تعمل منها تغذيه بصريه، ولكن انا بفضل اكتر واحد بنترست ثم بيهانس. دي الطريقه بكل بساطه اللي بنقدر نعمل بيها تغذيه بصريه بكل سهوله. بعد ما بتعمل البحث بتاعك في كل مواقع التغذيه البصريه، هتبدا تجمع كل تصميم او فكره عجبتك وتحفظها عندك على الجهاز في فولدر كده لوحده، وتدخل بقى بعد كده تتفرج جوه الفولدر ده على كل الافكار دي، وتبدا تستوحى فكره ليك انت للتصميم بتاعك. دي بكل بساطه الطريقه اللي بنقدر نستوحى بيها الافكار او نجيب بيها افكار بسهوله. مش عايز اطول عليك كتير في الكلام، ويلا بينا نخش على التصميم بتاعنا. اول حاجه هنعملها وهي نيو فايل، وهنعمل مقاس التصميم 1500 بكسل طول في 1500 بكسل عرض، والريزوليوشن 150، ولو جهازك ضعيف شويه خليه 100 او 72، وندوس كرييت. فتح مساحه العمل. هنبدا نروح للصور اللي معانا، والصور دي كلها سيبها لك تحت في صندوق الوصف. وهبدا اشد الخلفيه بتاعتي كده على التصميم. اول حاجه حطينا الخلفيه، همسح الباك جراوند البيضه اللي تحت دي، وبعد كده هبدا اروح اجيب اللوجو معايا واحطه واصغره كده، واحطه فوق هنا كده على الجنب. بعد كده هبدأ اروح اجيب العنصر الرئيسي بتاعنا وهو الازازة بتاعت مراعي، وهبدأ احطها في التصميم كده واظبط حجمها بالشكل ده. شديت الازازة بتاعتي علشان ابدأ اعمل التكوين بتاعي. بعد ما اعمل التكوين هنبدأ نعمل الظل والتلوين والاضاءات. بعد ما شديت الازازة هبدأ اجيب النص برتقانة ديت واحطها كده وهصغرها. طبعا انا عامل البرتقان اللي فوق ده بالذكاء الاصطناعي، كانت نص برتقان عاديه، وقمت انا محدد على الجزء اللي فوق ده، وبالذكاء الاصطناعي قلت له اعملها لي عصير برتقان، فعملها لي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده طبعا باداه الجنريتيف فيل في الفوتوشوب عادي جدا. هحطها بالشكل ده كده وارفعها لفوق شويه كده، احطها تحت العصير هنا كده اللير بتاعها، واجي على اللير بتاع العصير وابدا اعمل عليه ماسك من هنا كده. ادوس على الماسك وانا محدد على اللير، عمل لي الماسك ده. هاجي باللون الاسود وبالفرشه الناعمة كده، وهقلل الفلو بتاعها، هخليه مثلا وليكن 50. كبر كده على الصورة، وابدأ بالفرشة كده امسح بالماسك الحتت اللي هنا دي كده، بحيث ادمجها مع البرتقانة معايا. امسح كده، امسح 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 لحد ما تدخل بالبرتقانة جوه البرتقانة بالشكل اللي انا شايفه مناسب. امسح من هنا شوية كمان، ممكن نزود كده كمان بالشكل ده كده. الازازه اندمجت في البرتقانه. هنجيب القشره من فوق كده وهنحطها على الغطا بتاع الازازه من فوق هنا، نكبر كده من الالت وبكره الماوس بيكبر معانا يعمل زوم في التصميم. هنبدا نحطها بالشكل ده كده، بالشكل ده. هنجيب اللوف بتاع الشجر ده كده وهنحطه ورا التصميم من هنا، المفروض يبقى ورا البرتقانه ديت. هننزله تحت خالص، تحت اللير اللي تحت كده، وهنعمل كنترول جي عشان يعمل لنا نفس نسخة تانية منه، وكنترول تي
ونبدأ نعمل فليب هوريزونتال ونشد دي كده الناحية دي ونعكسها شوية كده. اما دي نعمل لها كنترول تي ونميلها شوية كده وندخلها لجوه بالشكل ده. تحس ان التصميم خلص معانا في اقل من 5 دقايق بسهولة جدا. اللي ناقص معانا هي شوية الظلال وتظبيط الالوان. ممكن كمان ناخد البرتقانة الطايرة دي نحطها كده على الجنب من هنا، دي بس عشان نزوق بيها الخلفية بالشكل ده كده. والبرتقانة دي كمان ممكن من هنا كده او نخليها فوق هنا، والبرتقانة دي كمان ناخدها على الجنب من هنا كده تبقى كويسة جدا. يعني دي عملية تزويق للخلفية معانا. بعد كده هنبدأ نجيب البرتقانة دي وهنحطها ورا الإزازة بالشكل كده، الشكل ده كده فوق الورق ده بالشكل ده. والبرتقانة دي وهنحطها ورا الإزازة الناحية التانية كده، بس هنلفها كده وهناخدها هنا كده بالشكل ده. هنبدأ دلوقتي بقى نجمع كل حاجة في جروب علشان نعمل الظلال بتاعتنا وتظبيط الألوان. هنشوف مثلا الإزازة ديت مع البرتقانة مع القشرة اللي فوق مع الفص ده الشمال والفص اليمين والاتنين ورق شجر مع بعض، دول كلهم كنترول جي وهندخلهم جوه جروب وهنسميه العنصر الرئيسي. ده لازم عشان منتوش في الليارات بتاعة التصميم. دول كده كلهم جوه جروب، والحاجات التانية دي كلها جوه جروب وهنسميه الخلفية. نبدأ ندخل جوه الجروب بتاع العنصر الرئيسي ده ونبدأ تحت خالص كده هنعمل نيو لاير وهننزله تحت الورقة من هنا، ده علشان نعمل فيه الظل وهنكتب فيه الظل بتاع الأرضية. وهنيجي على أغمق لون هنا كده هنشده بالشفاطة دي ونبدأ نخليه أغمق سيكة كده من هنا، وبالفرشة الناعمة ونعلي الفلو على الآخر وبالفرشة الناعمة تكة كده هنعمل له كنترول تي ونبدأ ننزله كده وهننزله تحت هنا كده بالشكل ده. فهيعمل لنا الظل بتاع البرتقانة على الأرض كده. هنخلي البلندنج مود بتاعه مالتيبلاي ونبدأ ممكن نقلل الفل بتاعه شوية ونخليه مثلا 70 كده. ممكن نعمل كنترول تي ونجيب الورب ونبدأ نعمل الحركة دي كده، فهيدينا شكل حلو قوي للظل زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. ممكن نخلي البلندنج مود بتاعه لينير لايت كده هيكون احسن من مالتيبلاي اعتقد. بعد كده هنيجي على اللاير بتاع الفص ده وهيكون تحتيه كده هنعمل له ظل كده بسيط من هنا بالفرشة الناعمة. نبدأ نصغر حجمها من الدال والجيم بالشكل ده. هنغير اللون طبعا هنا للغامق كده. هنيجي تحت الإزازة هنا كده ونعمل نيو لاير وبالفرشة الناعمة ونبدأ نرسم ظل كده هنا خفيف، وهنعمله تحت الفص على طول نعمل له كده كليبنج ماسك على الفص ونغير البلندنج مود بتاعه المالتيبلاي او للينير لايت وهنقلل الفل بتاعه نخليه مثلا 50 بالشكل ده. ونبدأ نصغر الظل كده ده شوية، صغره كمان كده عشان بس يدينا واقعية ان هي لمسة الإزازة. وكمان ممكن بالورب نبدأ نظبطه كده شوية من هنا بحيث ياخد الشيب بتاع البرتقانة بالشكل ده. ممكن نقلل الفل بتاعه كمان ل30 كده. بصوا قبل وبعد قبل بعد قبل بعد ادانا عمق اكتر في التصميم. هنكرر نفس العملية ديت فوق الفص التاني اللي هنا ده، وهنيجي برضو بالفرشة كده وهنبدأ نرمي ظل بسيط كده وهنعمل له كليبنج ماسك عليه وهنغيره اللينير لايت البلندنج مود وهنقلل الفل بتاعه برضو ل30 كده فهيدينا الشكل ده. ممكن كمان الفص اليمين ده نبدأ نعمل له كنترول يو عشان نغير بس الالوان بتاعته شوية نظبطها اكتر بحيث تبقى شبه الفص التاني اللي فوق بالشكل ده كده. تقريبا ظبطنا الظلال، ناقص الظل بتاع الطاقية بتاعت الطاقية بتاعت العصير ديت. هنيجي على علبة العصير ونعمل نيو لاير فوقها كده وبرضه هنرسم كده بسيط جدا ونعمل له كليبنج ماسك على العصير وهنغير البلندنج مود بتاعه للينير وهنخلي الفيل مثلا 30. لو لقيناه مش باين قوي ممكن نخلي الفيل 40 ونبدأ كنترول تي نصغر الظل ده شوية كده بالشكل ده كده فادانا واقعية اكتر لعلبة العصير. كده احنا وزعنا الظلال بتاعتنا. هنيجي بقى بالجروب بتاع العنصر الرئيسي ده كله على بعضه كده كنترول تي ونبدأ نميله سنة كده بالشكل ده.
ممكن بس احنا غلطنا في حاجة ان احنا مايلنا الظل معاه، نرجع الظل اللي تحت ده كده بحيث يبقى ظابط معانا اكتر. وهناخد الستوك كده بتاع الورق وهنحطه هنا كده على الجنب يزين لنا الخلفية من هنا، وهننزله تحت في الجروب بتاع الخلفية. تيجي بعد كده بقى نبدأ نعمل كنترول الت شيفت اي فيحط لنا التصميم كله في صورة لوحدها فوق بدون ما يدمج الليارات. هناخد الصورة دي نروح على الفلتر وكاميرا رو فلتر، ونبدأ من الكاميرا رو فلتر نظبط في الألوان بتاعة التصميم. ممكن نزود الكونتراست بتاعه كده، الهايلايتس نقللها كده، الشادوز تزيد. الحاجات دي بقى بتبقى تقديرية بعينك انت، ملهاش قيمة محددة، يعني اللي انت شايفه صح اعمله. ممكن هنا من التمبريتشر خليها زي ما هي، نزود التكتشر شوية بس ما تبالغش قوي في انك تزود التكتشر، والكلاريتي يعني ممكن نخليها 5 اعتقد هتكون كويسة. ممكن نيجي على الاوبتكس هنا ونزود في دي كده شوية بحيث يبقى العنصر الاساسي هو اللي منور معانا بالشكل ده، وندوس اوكي. بص كده قبل وبعد، ادي قبل الكاميرا رو فلتر وبعد الكاميرا رو فلتر. طبعا دي حاجة اختيارية، انت حابب تعملها اعملها، مش حابب براحتك. طبعا التصميم ما كملش معانا 10 دقايق، صممناه بسرعة جدا. هي الفكرة كلها انك تنقي الصور صح وتعمل تغذية بصرية كويس علشان تعرف تطلع بفكرة كويسة تعملها للمنتج بتاعك. وبس كده يا صديقي يكون التصميم اللي معانا النهارده خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك ليه واشتراك في القناه لو انت مش مشترك، وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ما تنساش تشوف الفيديو اللي فات اللي قلنا عليه في اول الحلقه، وتشوف الفيديوهات اللي جايه. وفي النهايه، وان اخطات فهو مني وان اصبت فمن الله. كان معاكم احمد شكشك، سلام.